حبيبي. يا شباب، ان انتم مثل ما تدرون انه انا جاي دبي، وانه انا طالع بلقاء وقايل انه انا رايح دبي بخصوص ندى ومفاجأة. بس انا ما ذكرت المفاجأة شنو. بصراحة يعني انا يعني بسبب هذا الموضوع انا تأذيت وندى تأذت، لان الموضوع اللي نشر انه موضوع خطوبة، وانه حسام رايح دبي يخطب ندى، وندى ما التقت بيه. الموضوع مو هيك يا بعد راسي، الموضوع مو هيك. ندى صديقتي بس مو حبيبتي. احنا ما بيناتنا علاقة حب. ندى مجرد صديقة الي بالبرنامج وغالية علي، وبنفس الوقت انه احنا وياها استمرينا ولايفاتنا حلوة، وان الموضوع استمر ويانا انا وياها. لما طلعنا لايف الناس حبتنا سوا، فالموضوع يعني كان الترند انه انا وندى سوا. تمام. فالموضوع انا لما انتم كلكم تعرفوني، انا لما طلعت بلقاء وقلت انه سألونا عن ندى، قلت لهم احبها هاي الصخلة، يعني قلتها بطريقة كوميدية مال ضحك. انا قلتها مال ضحك. تمام. فالموضوع وما بيه انه انا وندى كان المفاجأة اللي كانت مضمومتنا، واللي انا وندى ندري بيها وحبينا نسويها مفاجأة لكم، انه انا وندى متفقين ويا شركة انتاج وشافت لايفاتنا سوا. فالموضوع اللي كان انه احنا متفقين انا وندى ويا شركة انتاج والتصوير بدبي ويا عمل تلفزيوني كبير، والشركة كل ما نفتح لايف هم موجودين، وحتى الملابس نلبسها هم يقولون لنا البسوها. يعني البنية صديقتي مو حبيبتي. تمام. لان ماكو واحد يحب واحد بفترة اسبوعين، انما صار الموضوع انه هو هيك. فانا جيت دبي وقلت لكم انا رايح اشوف ندى. صح، انا جيت اشوف ندى على مود نصور سوا، لان الشركة اللي هم طلبونا نصور سوا. فانا صح انا جيت لهنا اصور سوا، ما ذكرت انه انا جاي اخطب. الموضوع اللي انتم فاهمينه غلط. تمام. الموضوع اللي انتم فاهمينه غلط. اللي صار انه انا من جيت دبي انا رفضت ندى تجيني بالمطار، لان انا ما اريد تستقبلني بالمطار. بس اللي صار سوء تفاهم. صح، امها قالت راح استقبلكم بالمطار، بعدين ما صارت. اشوفها ونروح سوا ونصور. ندى كان طرف ثالث بيناتنا، فالطرف الثالث هو هذا اللي يوصل بيناتنا حكي. يابا اليوم ندى تجي، كان يقول لا ندى اليوم ترفض. هو بنفس الوقت يروح يقول لندى حسام تقول له حسام يجي، يقولها لا حسام يرفض. فاني ما افتهمت الموضوع، لان بيوم التصوير اللي احنا رايحين بيه قالوا لي ندى رفضت تجي. ندى ما لها علم طلع بهذا الحكي. فاني هنا اتدمرت، لان هذا حلمي اللي احلم بيه، يعني انتهى بالنسبه لي وبالنسبه لندى. اثنيننا نحلم بهذا الشيء وانتهى. فانا زعلت على ندى، ولما طلعت لان الناس تقول ليش ما التقيت بندى، فانا طلعت بفيديو وقلت انه انا ما التقيت بندى لان بسبب هم ما استقبلون، وصار لي 4 ايام. يعني حكيت هذا من حرقة قلبي. بس التصاميم اللي نشرت، بصراحة التصاميم اللي نشرت انه هو موضوع خطوبة، وانه ندى خاينة، وانه ندى كذا. فاحنا يا ولد بلدي يا شعبي، احنا ما يصير نظلم بشر. فانا بصراحة شوفوني ما افتح بث، لان انا ضميري ياكل بيه. احس روحي ظلمت البنية بدون ما ادري، والبنية انظلمت لان الفيديوهات اللي نشرت عليها يعني فرد نوب عيب. ولا تنسون هي بنية. الفيديوهات اللي نشرت انه هي خاينة، انه هي ما استقبلتنا، انه هي طردتنا، انه هي كذا. الموضوع ما بيه انه كان طرف ثالث هو سبب الخراب هذا كله. حسب الله ونعم الوكيل عليهم. بس يا جماعة الخير، اني وانتو كل واحد بيكم ما يرضاها على اخته وما يرضاها على هله انه ينظلم بهاي الطريقة، يعني اللي زادت حدها. فانتو ما حد يرضى انه اختك تنظلم او اختي تنظلم بسبب موضوع
بعيد عنا احنا. فالموضوع اللي صار انه موضوع ندى صديقتي، تمام، انا جيت انه نصور، انا جيت نصور، ما جينا انه انا اخطبها وهاي السوالف. فالموضوع اللي انتم ناشرينه وماخذين صوره انه جاي يخطبها ورفضته، وانه ندى خاينه، وانه خانته وما ادري شنو، الموضوع هذا عيب. لان لا تنسون انه احنا مو على مو شهره نسوي نسقط عرض بنيه، والبنيه عندها اهل وتاذت بسببنا، وتاذت بسببي، بسبب التصاميم اللي نشرت. ادري بيكم تحبوني، ادري بيكم يعني تريدون خاطري، طبعا ما اعرف شلون اوصف يعني حبي لكم، لان بصراحه ما كنت متخيل انه هيج كميه ناس تحبني. هذا بصراحه ما كنت متخيل انه هاي الكميه مال الناس كلها تحبني. بس بنفس الوقت لازم ما حد يعترف بغلطه، لازم ما حد يعترف بغلطه. البنيه ما تدري بالموضوع وكانت مظلومه وانظلمت بالزايد، وانا جيت اريد اصحح الغلط. جيت وقلت لها، قلت لها يابا اني بما انه انت وانا مظلومين، فتطلعين بفيديو بلايف وتقولين انا اعتذر من الجمهور على اسى وعلى نقدر نصلح الغلط. فطلعت لايف واعتذرت من الجمهور، بس ما فات، بعد هي تصاميم صارت غير خاينه وكذا وكذا. فيا ولد الناس، يا ولد شعبي، ادري بيكم راح تزعلون علي بعد هذا الكلام، فانا قابل ما يخالف، شو تريد تسوون بي سووا، لان انا زلمه مو مرة، فعاد انا اتحمل كل اللي تريد تسوونه بي سووا. بس لا تنسى انه انت عندك اخت وانا عندي اخت، وما يصير نظلم عرض الناس. صح يعني انا واحد من الناس صح ضجت وتعصبت، لان حلمي اللي احلم بيه راح من ايدي، وندى هماتين كانت تحلم بيه راح، لان الموعد انتهى خلاص. فيا ولد الناس، يا ولد اهلي، انا يعني انا قدامكم احس روحي ان انا ضميري قاعد ياكل بيها انا اليوم طيارتي للعراق وهيك ما اقدر اطلع من قد ما ضميري ما اريد ارجع، وانا ظالم بشر. انا قلبي ما يرضاها انه اطلع وظالم بشر. فيا ولد الناس، يعني بما انه اني عرفت انه ندى مظلومه وانه اني هماتين انظلمت حالي من حالها، فاتمنى من عندكم هسه تسوون شير. فاللي اتمناه من عندكم تسوون شير الندى، وعسى وعد نقدر نصعدها جيست، واعتذر من عندها. سووا شير الندى كلكم، لان احنا ظلمنا البنيه. وصح انتو كنتوا عايشين انه حسام جاي يخطب ندى، بس انا ما قلت اخطبها. انا الموضوع اللي حكيته انه انا قايل باللقاء، قلت لهم وانا ارجع واثبت كلامي. انا باللقاء اللي حكيته قلت الموضوع بالبدايه كان ترند، بس بعدين البنيه تعلقت بيها، وبعدين قلت احبك يا صخله، الصخله احبها يعني بطريقه كوميديه مو جديه. وقلت انا اصلا رايح دبي على مود مفاجئه، ما ذكرت خطوبه. فيا ولد الناس انتم فاهمين الموضوع جزء غلط. فانا اللي ذكرته مفاجاه، بس ما حددت شنو المفاجاه. المفاجاه انه احنا راح نطلع نصور سوا، تمام؟ المفاجاه انه احنا راح نطلع نصور سوا. فيا ولد بلدي، يا ولد ربعنا، وادري بيكم انه انتم ناس اهل غيره وما ترضون بالغلط. فالبنيه والله العظيم انظلمت، واني نفسي انظلمت، واني نفسي ما ادري شنو السالفه. انا عصبت لان انا جيت منك على مود حلم، والحلم راح بسبب طرف ثالث كان يقول لي ندى ترفض تجي. بعدين من سمعت السالفه منها ومن اهلها عرفت يعني انه انا نفسي سويت تصرف يجوز غلط. فاني قدامكم حتى اذا انتم زعلتوا علي فحكم علي، وانتم اخوتي وانتم عائلتي. بس يا جماعه الخير ما نقدر نظلم بشر. هذا التيك توك والشهره هاي كلها باكر تروح، بس من تظلم بشر ما تروح. هذا برنامج يوم يطير حسابي، يوم يروح، اليوم البيت هالقد، اليوم هالقد، هاي كلها تروح. المهم ان احنا ننام على المخده واحنا ما ظالمين بشر.
اتمنى من عندكم تسوون شير الندى. الو. ام ندى، اهلين يا حسام. طبعا انا حاولت يعني انه اصعد ندى، بس سوينا لها شير وندى ما موجوده. فقدامك. ندى ندى في الجست يا حسام. انت قافل الجست. طيب فتحته، خل تدز. آه غير. يا ندى، طبعا قدام الناس اعترف انه لا انت ولا اني ان ذنب بالقصه، وانا افتهمت الموضوع غلط بدون ما اسمع منك. فبعد اللي عرفته قدام الناس، وانا ما اقدر اظلم بشر بدون ما اعرف. الناس ماخذين فكره انه انا جاي اخطبك. فالموضوع اللي صار انه انت تدرين وانا ادري انه انا جاي هنا على مود نصور سوا. الطرف الثالث اللي خرب بيناتنا، فبنت الحلال انت انظلمتي وانظلمتي، يعني بسببي بدون ما ادري. فقدام الناس انا اعتذر منك، وحقك علي، و... واتمنى يعني من عندك السماح، لان اللي صار خارج طاقتي وما كان عندي علم به. بس عايزة أقول حاجة يعني حسبي الله ونعم الوكيل على الطرف الثالث. وأنا بحب شعب العراق كبير وصغير، والله يسامحه ويسهل أموره وأنا أتمنى لك كل خير يا حسام. إحنا الاتنين انظلمنا، وإحنا الاتنين يعني ضاع مننا حلم إحنا كنا بنتمناه، فحسبي الله ونعم الوكيل من الطرف الثالث. لا أقدر أقول أكتر ولا أقل. الله يسامحه ويسهل أموره، وأتمنى لك كل النجاح والتوفيق. وحلمنا ضاع، فما أقدرش أقول حاجة أكتر من كده بس. طبعا بالنسبة للموجودين باللايف واللي نشروا تصاميم، يا جماعة الخير، أنا اللي سويته مو شي غلط. أنا اللي سويته حياتي خاصة، ومو كل شي حياتي الخاصة أقدر أبرزها للناس. فيا جماعة الخير، البنية صديقتي، صح صعدنا بترند، صح صعدنا سوا، الناس حبتنا سوا، ضحكنا الناس سوا، بس بنفس الوقت اني ما اعلنت قبل ما اجي انه انا جاي اخطب ندى. الموضوع كله تلفق من جماعه كم واحد صمموا وقالوا خطوبه ورايحين يخطبونه وكذا. فهذا الموضوع تلفق. انا بيوم اللي بدلت وطلعت صح، ومن قلت لكم اكو مفاجاه صح، لان انا رحت، لان هذا اليوم كان لازم نصور بيه. هذا اليوم كان لازم نصور بيه. فاللي اتصل علي تليفون قال لي ندى ما راح تجي، فهذا ضوجني وخلاني اطلع بالفيديو وحكيت اللي حكيته. بس حسام، أنا بتمنى لك كل التوفيق وكل النجاح، وأنت انظلمت زي ما أنا انظلمت. ف ما اقدرش اقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. وشعب العراق كلكم انا بموت عليكم، وحسام كمان بيحبكم، واتمنى تقفوا في ظهرنا يعني زي ما وقفتوا من البداية للنهاية. نتمنى وجودكم في حياتنا. الله يسعد الجميع، وبالتوفيق لك يا حسام. عن اذنك. يا جماعة الخير، تعقيبا على كلامي، لأنني مثل ما جمهوري حبني، ومثل ما وقف وياي، ومثل ما سوى شيء اللي أنا ما متوقع راح يصير. فمثل ما قلت لكم، بعيدا عن الشهرة، خلونا بعيدا عن الشهرة، خلونا أحكي وياكم كأخ لأخو، أخ لأخو وأخ لأخته. أنتوا أهلي،
فخلونا نحكي بهذا الموضوع بعيدا عن السوشيال ميديا. الموضوع بعيدا عن السوشيال ميديا، لان انا تاذيت بصوره مو طبيعيه. يعني جتي مسبه لاهلي وجتي مسبه الي، وبالتالي التليفون قمت ما اقدر افتحه، راسي قام ياكل بيه، قلبي قام ياكل بيه، ما اقدر اظلم بشر، ولا انت نفسك باللايف تقدر تظلم بشر، ولا انت تقدرين تظلمين بشر. فالموضوع اللي صار انه قلت لكم والله العظيم والله العظيم والله العظيم ما ادري بيه، الموضوع ما ادري بيه. ومن طلعت فيديو وقلت ندى ما استقبلتني وخلاص لهنا نسيت، لان اللي جاني قال لي ندى ترفض تلتقي بيك، واذا تريدون اشوفكم رساله، قال لي ندى ترفض تلتقي بيك. فهذا السبب اللي خلاني اطلع واقول لكم خلاص سد الموضوع، ما يريد يجون علي. فيا جماعه الخير، يا ولد ربع هن واخوتي وخواتي، ادري بيكم هالغيره وما حد يرضاها على هلا. فبعيدا عن الشهره، بعيدا عن السوشيال ميديا، خاف تعبالوني فتحت هذا اللايف على مود اسوي فيلم وما ادري شنو. فانا بعد هذا اللايف يعني يجوز راح يكون اخر لايف وياكم بصراحه، هذا يجوز اخر لايف وياكم. فيا جماعه الخير انا عد كلمت، انا من طلعت ذاك اليوم قلت بعد ما اصعد ويا ندى، ما اقدر اصعد ويا ندى لان انا سببت لها مشاكل، فمستحيل اصعد وياها الا يا ربي، الا معجزه يجوز تصير فرصه نلتقي نصعد سوا مره ثانيه، بس ما اعتقد تصير. فيا جماعه يا جماعه الخير، البنيه انظلمت، والفيديوهات اللي نزلت عليها اتمنى من عندكم تمسحونها، اللي نزلت يعني بيها شتم وبيها مال خيانه وامور ثانيه، اتمنى من عندكم تنحذف الفيديوهات، يعني لان انت من ناشرها وجابت لك مليون مشاهده فمستحيل تحذفها، متاكد من هذا الشيء. فلا تحذفها، اقفلها على مود ما تروح لايكاتها اذا انت تهمك هذا الشيء واللايكات. اقفل الفيديو الناشر عليها امانه، لان انت عندك خوات وانا عندي خوات، واتمنى تفهموني، اتمنى تفهموني. قلت لكم انه هذا اللايف بعده ما اطلع لايف اني، بس تفهموني. فيا جماعة الخير، اللي ناشر فيديو بي شغلة مو حلوة بحق البنية، فلا تنسون البنية بنية، مهما يكون بنية ما تقدر تدافع عن نفسها، ما تقدر تسوي شيء، والبنية سمعتها مو نفسي. هساني هذا الفيديو نزلوه وغلطوا علي، انا زلمة اتحمل، بس هي بنية. فيا جماعة الخير اتمنى من عندكم مثل ما تخافون على اهلكم تخافون على عرض الناس، وانه اني بصراحة اني ما ارضاها ضميري يظل يأنبني واحس بروحي ظالم بشر. والله هسه اريد ارجع للعراق ما اقدر ارجع لان انا ظلمت بشر بدون ما ادري. فحسبي الله ونعم الوكيل على اللي سوى هذا الشيء، حسب الله ونعم الوكيل على اللي سوى هذا الشيء. وانتم ظليتوا طبعا، شكرا لحبكم، شكرا لتعاطفكم، شكرا لكل شيء سويتوه الي. وانا من طلعت هذا اللايف انا متاكد انه انتم راح تزعلون علي، بس انتم لازم تظلون وياي هماتين، لازم تفهمون الموضوع انه اني ما جاي افتح هذا اللايف على مود ادور بيه مشاهدات وفيلم. انا بعد هذا اللايف يعني هذا اللايف راح يكون ذكرى لنا، بعد هذا الكلام راح يكون ذكرى لي، لان انا جزء ما اطلع لايف بعد. يا جماعة الخير، يا رب يوفقكم، رب يحفظكم، رب يستر على عرض العالم، رب يستر على الناس، واللي يسامح بشر واللي يعترف بغلطه فهذا من الأصول ومن التربية. فيا جماعة الخير رب يوفقكم ورب يحفظكم، شكرا من القلب، شكرا من القلب. وأحب أقول لكم يعني قبل لا أسد أنه لا تنسون أنه حسام بيوم كان يسهر وياكم للصبح، لا تنسون انه حسام ضحككم، لا تنسوني. اذا صارت فرصة راح اطلع لايف ثاني، واذا ما صارت فما راح اقدر اطلع لايف. فاعذروني اعذروني، لان اني صح انتو تحبوني صدق، انتو جيشي وافتخر بهذا الشيء، واني اخوكم الصغير، بس امانة اني مال انام واحط راسي على المخدة وانا ظالم بشر والله ما اقدر،
ومال اروح واعتذر الها قدامها ما اقدر، لان ما بيها فايده، لان انا سويتها هنا لازم اعتذر هنا. فيا جماعه الخير، احنا اثنين انظلمنا، احنا اثنين انظلمنا، افهموا هذا الشيء، احنا اثنين انظلمنا. فحب كبير لكم. اليوم اخر لايف لي وياكم. اموت عليكم. شكرا لكل ساعة تونسنا بيها. شكرا لكل وقت قضيناه سوا. فانتوا زعلتوا علي وانا مستحيل اتحمل زعلكم. فبهذا الشيء ما راح اصعد لايف ثاني على مود ما زعلكم، ولا تقوم تغلطون علي. وتدرون انا بس تغلطون علي قبل بالله، اللي غلط علي قبل ارزله. فاموت عليكم، اموت عليكم. فهسه قفولي قبل هاي الشغله يا ولو، بعد اللي صار تريدون ابقى وياكم اكتبوا لي اي، تريدوني لا اكتبوا لي لا، على مود اذا تكتبون لا على مود هسه اشيل هديماتي واروح. يبا هسه ما افتهمت منكم اي لو لا، ابقى لو لا. يبا شو اضحكك؟ اقول لك الدنيا مقلوبه تقول ضحكني، اضحكك؟ يلا اضحك. ابقى لو لا. تعال جاي ولا محمد، تعال تعال يا ولد، تعبان من تخالط. شنو ما تقول لا؟ قاعد ببيتك ما تخليني انا بالتليفون. شوف كم واحد راح يسبني. يا ولد يلا تعال جاي، من هم النوب يقول لا؟ يلا روح تعال جاي ولا حيدر يا ولك. نسوي تصويت؟ شلون اسوي تصويت؟ اقف لحظه. يلا اللي يريد نابقه يدوس هذا السمايل اللي مكشر اللي تسوي هيك. يوسف شباب شباب، راح اخلي لكم تصويت. اللي يريدني يحط هذا يدوس على السمايل اللي هيك قايل، واللي ما يريدني يدوس السمايل يبكي. اللي يدوس على يبكي نجعل حبايه بنص قلب، بنص ظهره، تطلع حبايه بنص ظهره يظل يحك بيها طول العمر. خلينا نشوف تصويت كم واحد راح يقول لا. يبا هسه يدقون بي الناقصه كلها تقول لا. يبا هو التصويت عاش ما يصير. وين التصويت؟ وين التصويت يا بلو؟ كل شيء ما اشوف. يا بل بس افهموا اللي يريد نبقى يحط السمايل القايل هيك، واللي ما يريد نبقى يحط السمايل هذا هيك قايل. يلا خلينا نشوف التعليقات. يا بل شو ما حد ايه لحظه خلينا اشوفها من الموبايل الثاني. شوفها من الموبايل الثاني.